السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تكوني عايزة تاكلي حاجة حلوة سهلة وسريعة تخلص في 10 دقايق وفي نفس الوقت لذيذة جدا ما يتشبعش منها، يبقى مفيش أحسن من كيكة الكريم كراميل. هنعملها النهاردة في 10 دقايق وطعمها بيكون تحفة، يعني تقريبا أشبه للجاتو. لو جربتيها هتعتمديها ومش هتعملي أي نوع كيكة تاني غيرها. تعالوا نشوف الطريقة قد ايه سهلة وبسيطة. في الخلاط هتحطي كوباية سكر وكوباية لبن. انا هنا هعمل بالهاند بلندر. هحط كمان عليهم باكو كريم كراميل. استخدمت الباكت اللي بيكون فيه البودر بس، وباكت الكراميل هنسيبه في الاخر للتزيين. هخلطهم مع بعض كويس سواء بقى في الخلاط او بالهاند بلندر. واثناء ما انا بخلطهم بنزل عليهم كوباية الا ربع من الزيت، شوية شوية كده بالتدريج لحد ما الخليط يتقل معايا. هاخد من الخليط ده كوباية هشيلها على جنب. شايفين القوام بتاعه بيكون تقيل ازاي؟ الكمية بقى اللي اتبقت هحط عليها بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، واحط عليها معلقة كبيرة من الخل، ربع معلقة صغيرة من الفانيليا. وهرجع تاني اضربهم مع بعض كويس قوي لحد ما يندمجوا كلهم مع بعض واتأكد ان السكر داب. بجهز بعد كده المكونات الجافة. عندي كوباية ونص من الدقيق بنخلهم عشان الكيكة تكون هشة معايا، الخطوة دي بتفرق جدا. الكوباية اللي انا عايرت بيها اللبن هي نفس الكوباية اللي بعاير بيها الدقيق والسكر وكل المقادير. بحط كمان رشة بسيطة من الملح. ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. وبنزل المكونات السايلة على المكونات الجافة وبخلطهم مع بعض كويس عشان اتأكد ان الدقيق مش سايب اي كتل. والصينية اللي انا هستخدمها بحط فيها معلقة كبيرة من الزيت، بوزعها كويس على الصينية كلها وعلى الجناب كمان. في الوقت ده مشغلة الفرن عشان على ما اخلص ادخل الكيكة على طول والفرن سخن. مشغلاه على درجة حرارة 180. بمشي المعلقة كده بالشكل ده رايح جاي علشان الكيكة ما تبقاش عالية قوي من النص وتكون نازلة شوية من الجناب، عشان لما اخرجها تبقى كلها سوا واحد زي ما انتوا شايفين كده. بعد نص ساعة بالظبط طلعتها من الفرن، طالعة هشة جدا. جبت بقى نص كوباية من اللبن. اللبن هنا ساقع والكيكة كانت سخنة. عملت في الكيكة فتحات كده بالسكينة ووزعت عليها نص كوباية اللبن كلها. بعد كده جبت الكوباية اللي انا كنت شايلاها في الاول، وزعتها على وش الكيكة. في المرحلة دي الكيكة كانت دافية، ما كانتش سخنة قوي علشان ما تسيحليش الكريمة اللي انا بحطها دي، وبرده ما تكونش باردة قوي علشان الكريمة تتوزع عليها مظبوط وتنزل كده متساوية وشكلها حلو.
بعد كده جبت كيس الكراميل، عملت فيه فتحة صغيرة وبدأت ان انا اعمل تزيين بسيط كده بالشكل ده. الكيكة دي بيطلع طعمها حلو جدا جدا وشكلها كمان بيبقى حلو، واحلى حاجة فيها ان هي سريعة، يعني في 10 دقايق بتكوني مخلصاها وبتعملي حاجة حلوة قوي شكلها وطعمها تحفة. الكراميل هنا كان بينزل بصعوبة جدا لان هو كان محطوط في التلاجة فكان متجمد، كان محتاج بس ان انا ممكن احطه فوق البوتاجاز شوية والفرن شغال كان هيسيح معايا وكان هينزل بطريقة افضل من كده. استنيت بقى لما بردت خالص وبعد كده قطعتها قطع كده شبه الجاتو. هسيب لكم المقادير بالظبط مكتوبة في صندوق الوصف. بصوا شكلها من جوه هشة جدا وطعمها حلو قوي، متأكدة ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم. اشوفكم الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.